الرحيم. صبحكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. والحين بكلمكم عن اخت رجال. أول يوم الغزو أخذت أم عبد الله والعيال وأمها ووديتهم السالمية بيت أهلها على أساس التحق بالعمل. قطيتها بيتهم ورديت، وأنا راد عند قصر بيان عسكريين أو ثلاثة بالشارع منسدحين، واحد منهم لابس شرطة عسكرية، تبتون بينهم عشان تطلع الخط السريع. طلعت ورحت كملت. دق علي من الدوام فيصل باتل الله يذكره بالخير كاتب الدوام. قال أحمد العراقيين مطوقين المينة وإحنا الحين محاصرين داخل. قلت يلا الحين ألبس ويكم. رد علي قال يا المجنون لا تجي. قمت فسخت ملابس لبس مدني ومرني حسن حسين الله يذكره بالخير الزايد، وركبنا بسيارته ورحنا الدوام. وصلنا عند جسر شويخ، ولا العسكر تمشي تقول يا راد تحت الجسر، فصيل ورا فصيل، وكل فصيل مو أقل من تقريبا 150 جي يمشون مع بعض. قال لي خلنا نغير الموقع. قلت له لا، الحين يخفون ونزرق من صوب مطاح الدقيق وندش المينا. التفت علينا واحد يمشي يمهم، يمكن آمر فصيل آمر هذا ما، المهم يمشي يم العسكر. أشرنا قال رجعوا. قال لي نرجع. قلت لا خلي يولي، الحين نروح وندش. دقيقة ولا الطلقات فوق راسنا. ورمانا الكلب. وحسن يبدل واحد ويطق الرصيفين ونرد. احنا مركز شويخ صناعي، قعدنا عندهم عند حميد بهمن الله يذكره بالخير والشباب ما اعرف اساميهم للمغرب او قريب المغرب. ماكو فايدة من الوضع، انا الوضع ما يعجبني، قاعد ساكت ما اعرف اقعد ساكت. رديت البيت، دقت على مرة تلفون الله يذكرها بالخير، قالت لي تعال خذنا. قلت قعدوا عند اهلكم. قالت لا تعال خذنا. رحت جبتهم وجيت. ليش ما تقعد عند اهلك؟ قالت انا اعرفك انت واحد مجنون وما امن اخليك بروحك. قعدت الله يذكرها بالخير معها عندي بالبيت مع عيالها. وعقب يعني علي العنقاوي الله يذكره بالخير مع مرته ام محمد قعدوا عندي بالبيت. عقبها قالت لي اهلي يبي يطلعون بيروحون السعوديه. قلت اوكي وين المشكله؟ هذا عيالك وهذا شيخوك وهذا السايق وياكم يطلعكم، وخذي اهلك كلكم وتلاحقوا وطلعوا. كان تقولي لا ما اخليك، انت واحد شري وما ادري ايش يصير عليك، اللي يصير عليك يصير علي، انا ما اطلع. قعدت الله يذكرها بالخير. التحقوا عندي شباب مجموعة سعد اللي هو هديب سويدان، صالح عبد الكريم، وشباب وايد على ما قالوا ما يحضرني يسمونه. وعندي معانا انت اللي قاعدين العسكر، جاسم واخوي اسماعيل ووليد ولد اختي وعلي دهيش، هذول اللي موجودين عندي بالبيت. والله يعطيها العافيه، تطبخ وياكلونها العسكر، وتطبخ وياكلونها العسكر. وذاك اليوم تينا مهمه بنروح نجيب TNT من المنطقه. ركبنا انا وعلي بنروح. قالوا بتروحون؟ قلت والله عندنا شغل. كان يقول لا هرعوا وياكم، هي ومحمد الله يذكرها بالخير بنت اختي. رحنا طال عمرك جبنا الجنطه TNT حطيناها تحت ريولها وقاعده صامده والجنطه تحت ريولها عشان اعلمك انها اخت رجال. وصلنا البيت نزلنا الجنطه، دخلنا سيارة بالحديقة ونزلنا الجنطة ونزلنا كلنا. وهذه ام عبد الله ذكرها بالخير اخت رجال، هي مقصرة وما على قولتها. انا قلت لها مثل، قلت دير انولدت فيها اموت فيها، ما يجيني واحد يقول لي انت لاجئ، هذه مستحيل اسمعها. وردت قالت انا معاك على الحلوة المرة. والله يحفظها ويطول بعمرها ان شاء الله ام عبد الله، ويعطيكم العافية ويمسيكم بالخير ويا هلا ويا مرحبا وكل هلا.